إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق هو في السماء والأرض إله. خاب من أشرك به وسعد من عاش بقلب موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم بإذن الله وتوفيقه وحوله وقوته ومدده تحت عنوان رمضان شهر التواصل ونبذ الخصام. رمضان شهر التواصل ونبذ الخصام. ويدور الكلام على ثلاثة محاور. الأول، ما هو الخصام؟ ثانيا، إلى أي شيء يدفعك؟ ثالثا، ما هو العلاج من هذا المرض؟ اسمع بعد أن توحد الله وتعطر لسانك وقلبك بالصلاة على رسول الله. أولا، ما هو الخصام؟ هو صفة ذميمة تعمل على نشر العداوة والبغضاء بين الناس، ويتولد عنه من أمراض القلوب الكثيرة والكثير، منه الحسد، منه الحقد، منه الكره والبغض، وكل هذه الأمراض تنتج حينما يحدث بينك وبين جارك، بينك وبين أخيك، بينك وبين أي فرد نوع من الهجر أو نوع من الخصام أو نوع من القطيعة. يتولد من هذا الهجر والخصام والقطيعة إما أن يكون حقدا دفين، إما أن يكون حسدا على الحال، إما أن يكون غيرة للمعيشة. كل ذلك بسبب هذا المرض اللعين ألا وهو الخصام. ونحن أصبحنا على مشارف عيد الفطر المبارك،
شهر أصبحنا بينه وبين النهاية كقاب قوسين أو أدنى، وينتهي في ليلة النصف من شعبان. يغفر الله تبارك وتعالى لكل العباد إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، ومن باب أولى أن يكون ذلك في رمضان. فاحذر أن ينتهي هذا الشهر وما زلت مصر على مشكلة ما بينك وبين جارك، بينك وبين الناس من حولك، بينك وبين رئيسك أو مرؤوسك، بينك وبين الناس في بلدتك مسقط رأسك. لا، حاول، جاهد، لأن النفس أمارة بالسوء، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. دائما وأبدا يكون هذا الأمر صعب على النفس أن تقدم اعتذار. لا، أصل هو اللي غلطان، لا، أصل هي اللي أخطأت، لا، أصل هو اللي عمل كذا. لا أصل ولا فصل. بادر بالعفو، بادر أنت، ولتكن الخيرية فيك. لما ذلك؟ حتى تحظى بمغفرة الله تبارك وتعالى في رمضان. لكن هو ممكن ألا يستجيب لكلامي ولا يستجيب لدعائي. لا ضير في ذلك. ابدأ أنت، فأنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والخيرية في قلبك. كنتم خير أمة أخرجت الناس. هو أنت اللي هتبدأ، أنت اللي هتتغلب على نفسك. إن لم تستطيع أن تتغلب على نفسك فمن يستطيع أن يتغلب عليك؟ لا والله. ولذلك نجد ربنا تبارك وتعالى أنزل كلاما يتلى في الأخنس ابن شريق الثقفي الذي لاهب النبي صلى الله عليه وسلم ونافقه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. عارف يعني ألد الخصام؟ ألد هو الأعوج، ولكنه أعوج عن الحق فيميل إلى الباطل. المعوج عن الحق يكون على الباطل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وصف نبيه بأنه حنيفا، نبيه إبراهيم عليه السلام، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا يعني معوج، أيضا معوج، لكن معوج عن الباطل. ومن كان معوج عن الباطل يكون على الحق. المعوج عن الباطل يكون على الحق. أما الألد معوج ولكنه معوج عن الحق يكون على الباطل، ولذلك الإنسان إذا كان معوجا في حال خصامه، أو أن الإنسان في حال خصامه يكون معوجا. ولذلك ورد عن النبي ما صلى على النبي فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. لو أنت كنت منهم إن أنت في مشكلة معينة بينك وبين جارك، بينك وبين رئيسك أو مرؤوسك، بينك وبين أي فرد في أي مكان في من تعيش فيه أو في مسقط راسك، إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التمادي في الهجر والخصام، وجعل ذلك في سخط الله وغضبه. ولذلك أورد ابن ماجه في سننه وأبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. يقع في ذلك ربما يكون بعض الناس، هناك من يسرق وحده القطع فيشفع له عند ولي الأمر ألا تقطع يده. ربما يكون حده الجلد أو الرجم باقتراف مصيبة الزنا، أو حده القتل قصاصا ممن قتل فيشفع له حتى لا يقتل. لا، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، وحالف لله تبارك وتعالى في أرضه وأنت ضعيف، أنت ضعيف بجوار قوة الله تبارك وتعالى وعظمته، فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، لأن بعض الناس ربما يحدث بينه وبين جيرانه وإخوانه والناس من حوله بعض الأمور وهو يعلم أنه على خطأ، وهو يعلم أنه ليس على صواب، ولكنه كبرا من نفسه وتغطرسا من حاله، فهي مصيبة في قلبه ومرض في قلبه ونفسه. يعاند. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لا يزال في سخط الله، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. كم يعني ممكن يظل اليوم مخاصم؟ اليوم ده طب أسبوع ولا أسبوع، طب شهر ولا شهر، سنة. هناك من تغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء ويظل مخاصما لجيرانه أو مخاصما لإخوانه لا كل سنة بل سنين، وربما يظل طوال عمره، وربما يأتيه ملك الموت وهو على ذلك، ولا يزال في سخط الله حتى ينزع، حتى يعود. متخيل كل من خاصم شهر رمضان فرصة ثمينة، العيد الذي ربما يظلنا بعد دقائق وساعات أو سويعات، فرصة ذهبية حتى تصلح ما أفسده الشيطان وما أفسدته نفسك الأمارة بالسوء. لم يزل في سخط الله. كم تتحمل أن تكون في سخط ربك وغضبه؟ يوم، أسبوع، شهر، أكثر من ذلك؟ لا، ربما يأتيك ملك الموت وأنت على هذا الحال. كيف تقابل ربك تبارك وتعالى يوم القيامة وقد حشرت مع من سخط الله عز وجل عليهم؟ كيف حالك؟ لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رغبة الخبال.
ده شيء طبيعي خالص. مش أنا زعلان مع الأستاذ، ما أنا هتكلم في حقه كلام غير مقبول، ودائما وأبدا بسبب حقد في قلبي، حسدا في قلبي، بسبب بغض في قلبي، خصام، هجر، أن أتكلم في حقي بكلام غير مقبول وربما يكون غير صحيح، فهو يتولد عن الخصام. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عن ردغة الخبال فقال هو عصارة أهل النار، مكان الذي يتكلم في حقوق الناس ويحب أن تشيع الفاحشة فيهم، مكانه تحت المنافقين، فهو من المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من ينصرهم؟ لا. من يشفع لهم؟ لا أحد. حرموا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حرموا من شفاعة الشهداء، حرموا من شفاعة رمضان، من شفاعة الصيام، من شفاعة القيام، بل يحرمون من شفاعة الله تبارك وتعالى، وهي آخر الشفاعات لكل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما المنافق الذي أبطن الكفر وأعلن وأظهر الإسلام لا مكان له، لا نصيب له في الجنان، ولكننا بفضل الله نرث مكان هؤلاء المنافقون والكفرة الفجرة، نرث مكانهم في الجنة. فإن في الجنة أماكن تسع جميع خلق الله، وإن في النار أماكن تسع جميع خلق الله. فأهل الجنة يرثون أماكن أهل النار في الجنة، وأهل النار يرثون أماكن أهل الجنة في النار. كل فرد يرث هذا وذاك، ولذلك ربنا أطلق عليه ملكا كبيرا لأهل الجنة. ميراثك وملكك وميراثك من أهل النار والله إنه لفضل. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أكيد يتكلم في حق من يخاصمهم بكلام لا يصح بسبب نار في قلبه اسمه الحقد أو الحسد أو البغض أو الكره، كلها أمراض نتجت عن الخصام. رمضان فرصة ذهبية لتصليح هذا الأمر. واحذر حبيبي في الله أن ينتهي رمضان وأنت ما زلت مصر على معصية الله، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وحينما سئل رسول الله عن ردغة الخبال قال عصارة أهل النار، لحومهم المذابة وشحومهم المذابة وعظامهم المذابة، سقط لا تبقي ولا تذر، لا تبقي لحما ولا تذر عظما، لا تبقي لحما ولا تذر عظما، يسيل لحمهم وشحمهم وعظامهم. من يسكن في هذه الردغة هم المنافقون، هم المخاصمون. انت مش منهم بأي حال من الأحوال. واعلم حبيبي في الله أن ذلك كان يحدث على عهد النبي، ما تصلي على النبي، ولكن شتان بيننا وبينهم، بين نفوسنا ونفوسهم. كانوا يختصمون
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى النبي للفصل بينهم. ولذلك أورد البخاري في صحيحه من حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وربما أحدكم يكون ألحن بحجته، يعني ذو لسان عذب، كلامه مرتب جميل يسبك الكلام حتى وإن كان باطل. ربما يكون أحدكم ألحن بحجته فأحكم عليه بنحو ما قال، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ، فإنما أقتطع له جزءا من النار، قطعة من النار. ربما يكون الرجل محنكا، ربما يكون مفوها بكلامه ويضبط الكلام ويأخذ من حق الناس ما أخذه، يكون عليه وبال، يكون عليه جم يقوى به يوم القيامة. كلام خطير. احذروا من الهجر والخصام، لا سيما في شهر رمضان المبارك. إلى أي شيء يدفعك هذا الهجر وهذا الخصام؟ لا سيما بأي حال من الأحوال. إما يدفعك إلى كذب، يدفعك إلى غيبة، يدفعك إلى نميمة، يسوقك إلى النفاق، إلى نفاق العمل. وهذا وضحته في درس من دروس رمضان، فرق بين نفاق العمل ونفاق الاعتقاد. نفاق الاعتقاد أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أما نفاق العمل له علامات وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أي فجر في خصومته. والفجور في الخصومة ما زاد على 3 أيام. ياه، 3 أيام! ده هناك 3 شهور و3 سنين، وربما يظل مخاصما طوال العمر حتى يأتيه ملك الموت على حال خصامه. فاجر في خصومته. احذروا أن ينتهي رمضان وما زال فيما بينك وبين الناس خصام أو هجر أو قطيعة. احذروا أن يأتي عليك العيد وما زلت مخاصما ومعاندا لربك تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث خراش السلمي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة كان كمن سفك دمه، أي كمن قتله سنة. وأنت في حال خصام أو هجر، لا، ليكن نهاية هذا الهجر وهذا الخصام اليوم وليس الغد. لما ذلك؟ ربما يكون هذا اليوم آخر يوم في حياتك، وكلنا بلا استثناء لا نعرف ولا نعلم
متى يأتينا ملك الموت؟ متخيل لو أننا في الوقت الحالي في هذا الوقت دخل علينا ملك الموت من هذا الباب أو من هذا الباب أو من هذه النافذة، ولا يمنعه لا سقف ولا جدر ولا البروج المشيدة، لا يمنعه أي مانع، ثم نظر في قلوبنا وفي وجوهنا ثم هجم على أحدنا واقتنص روحه ثم قال اخرجي أيتها الروح الطيبة أم الخبيثة؟ إذا كنت تعيش في أمن وأمان والناس منك ومن أولادك وأهلك في أمان، فيقال اخرجي أيتها الروح الطيبة. أما إذا كنت تعيش والناس منك في هم والناس منك في كرب والناس منك في حزن والناس منك في غم، فاعلم أنه سيقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة. لا، انوي بنيتك الآن. لو أن الله تبارك وتعالى مد في عمرك حتى تخرج خارج المسجد لسوف تصلح فيما بينك وبين الناس. انوي بنيتك واعلم أن الله تبارك وتعالى يحاسب على النوايا يوم القيامة، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة لأنها نية الحسنات. انوي بنيتك أن تصفي الخلافات فيما بينك وبين الناس جميعا، سواء كان في مكانه أو في مسقط رأسه. احذروا على أنفسكم أن ينتهي شهر رمضان المبارك وما زال بينك وبين الناس قطيعة أو خصام أو هجر، فهي صفة من صفات المنافقين، أنت لست منهم بأي حال من الأحوال. ومن كان في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها، فإن ودعها وإن تركها فاعلم أنه قد برئ وشفي من مثل هذا المرض، من مرض النفاق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي صدري وصدركم وصدور الأمة من النفاق وأعماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت السيد، إن ارتضينا الشريعة وجهة. الله ربنا والرسول محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العلاج، علاج هذا المرض وهو مرض الخصام والهجر والقطيعة، علاجه بسيط، إلا أنه ربما يكون على النفس صعب بعض الشيء، خاصة لو أن النفس، اعذرني في الكلام، غير مطمئنة أو غير نواب، يكون الاعتذار صعب على النفس. علاجه السلام،
والخصام بالسلام، تلقي على من هجرت أو خاصمت أو قاطعت أن تلقي عليه السلام. السلام عليك، ده كلمة بسيطة ربما تكون صعبة بعض الشيء. ليه صعبة؟ بسبب ربما يكون إيمان ضعيف، إيمان ضعيف، ربما يكون بسبب شيطان قوي أقوى منه، ربما تكون بسبب نفس غير مطمئنة ولا لوامة، غير مطمئنة ولا لوامة، يكون الأمر عليه شديد. فمن تغلب على نفسه وتغلب وجاهدها وألجمها بلجام التقوى غفر له ما تقدم من ذنبه، وقبل منه الصيام، وقبل منه القيام، وقبل منه القراءة، وقبل منه الإنفاق، وقبل منه كل عمله الصالح. أما من ظل معاندا ومخاصما ومخاضعا لا تسأل لا عن صيام ولا قيام ولا قراءة قرآن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له، لا قيمة له. إنها المعاملات بينك وبين الناس، بينك وبين الجيران، بينك وبين إخوانك وجيرانك وأرحامك وأقربائك. كثير ما يحدث بيننا وبينكم الشقاق والفراق، حتى يحدث ذلك ربما يكون بين الوالد وولده أو بين الولد وأمه. في يوم من الأيام حدث شيء ما بين شاب في مقتبل عمره في الجامعات، في إحدى الجامعات، شيء بينه وبين أمه، حتى ربما يكون قد علا صوته عليها وخرج من بيته وترك أمه وهي غاضبة، ولكنه وهو في الطريق لامته نفسه، وهي النفس اللوامة. كلنا بلا استثناء نقع في الخطأ، ولكن شتان بين من يستدرك الخطأ ويعتذر ويتوب ويستغفر، وبين من يتمادى في الخطأ. وحينما وصل إلى كليته أو جامعته أراد أن يقدم الاعتذار لأمه، لكن كيف يعتذر؟ ربما تكون نفسه شديدة بعض الشيء، يعني أنا بروح، يعني مثلا أبوس إيدها، أقبل رجلها، يعني أعتذر. كيفية الاعتذار؟ بس أنا ما عملتش كده قبل ذلك، كيف أعتذر لأمي وهي أمي؟ ربما تكون غاضبة، وربما يكون غضب ربي في غضب أمي، ده أكيد، مش ربما، ده أكيد، ده أكيد. أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، لن يقبل الله تبارك وتعالى شكرك لوالديك إلا لله تبارك وتعالى إلا إذا شكرت لوالديك. خلي بالك ماذا يفعل؟ كتب رسالة على تليفونه وبعثها لأمه. مضمون الرسالة وفحواها قال: علمت أن باطن الكف، كف القدم، باطن كف القدم ألين وأطرى من ظاهر الكف. باطن كف القدم ألين من ظاهر الكف، فهل تسمح لأمي أن أتحقق من ذلك بشفتي؟ أي أنه أراد أن يقبل باطن قدم أمه التي تضع به ربما على القاذورات بغير قصد. فهل تسمح لي أمي؟ ده رسالة
بكت الأم وجلست في فناء دارها في الصالة تنتظر ولدها فلذة كبدها. وحينما دق الباب طرق الباب ودخل إذ بأمه تبكي. قالت بالفعل يا بني، فأنا عالمة وواثقة أن باطن الكف ألين من ظاهره، فكنت كثيرا ما قبلت باطن كف قدمك وأنت ما زلت صغيرا. كثيرا ما كانت تقبل باطن كف ولدها، فهي عالمة بهذا الأمر. ولكن انظر إلى الجمال في الاعتذار. هلا قدمت الاعتذار لمن خاصمت أو هجرت أو قاطعت؟ السلام. ولذلك قال النبي صلى على النبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام. يكفيك أن تقول له السلام عليكم، يكفيك إن لم تستطع أن تتصل به تليفونيا، إن لم تستطع أن تبعث له برسالة بسلام. تعيين عيد الفطر قادم، أنجو من براثن الخصام والهزل والقطيع بنشر السلام والحب والوئام بينك وبين الناس في جميع ربوعنا. واحذر أن ينتهي الشهر، هذا الشهر، وما زال بينك وبين الناس هجر أو خصيمة. ضاع صيامك، ضاع قيامك، ضاع عملك، ضاع مجهودك، ضاع أفعالك وقيامك، ضاع كل شيء. واعلم حبيبي في الله أن الله لا يضيع أجر من أحسن. طب يا ترى المخاصم يحسن؟ لا، بل يسيء. لكن ربي تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا كان بينك وبين الناس شيء فبادر بالسلام، حتى وإن كان هو الذي بدأ بالخصام والهجر ليكن أنت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وفي رواية يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت الخيرية فيه، أنت الذي ستبدأ بالسلام لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله معي وأمنوا عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا